كانت غايبة عننا فين الفكرة دي من زمان. انسوا أي طريقة جربتوها للجلاش قبل كده وجربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. هنجيب كده معانا فول سوداني ونطحنه كده معانا في الكبة، وهضيف له كده ظرف من الفانيليا، وممكن نضيف له رشة قرفة لو بتحبيها. وهنحضر كده سمنة على زيت، وهنبدأ دلوقتي نعمل الشربات. كوباية ونص من السكر، عليها كوباية ونص من المية، عليهم عصير نص ليمونة ومعلقة من عسل النحل. يغلوا على النار لمدة 10 دقايق، وآخر حاجة بضيفها هي الفانيليا. هنسيب بقى الشربات يبرد معانا تماما، وبعد كده نبدأ نجهز بقى الجلاش بتاعنا. لفة الجلاش لازم احطها على فوطة واغطيها بفوطة تانية عشان ما تنشفش معايا لحد ما اخلص. بجيب ورقه الجلاش بطبقها بالشكل ده، وبدهنها كده بالسمنه على زيت اللي انا حضرته معاكم. وهنجيب بقى الحشوه بتاعتنا اللي هي عباره عن فول سوداني، ممكن تغيروا في الحشوه براحتك خالص. وهنطبقها بالشكل ده، وكل ما بنطبق بندهن كده معانا سمنه. وبعد كده بنبدا نلفها كده على شكل رول. هنبدا بعد ما نلفها كده على شكل رول نقسمها كده نصين، وبعد كده اقسم كل جزء على اتنين عشان انا بحب الحجم كده يبقى معايا صغير. وممكن تسيبيه على الحجم ده براحتك خالص. هنخلص الكميه بتاعتنا كلها كده بنفس الطريقه، ونحضر كده معانا صينيه ندهنها كده بالسمنه.